عارفين إن أغلى أمنية بتدعوا بيها ليل نهار ممكن تكون هي بالظبط بداية نهايتكم أو سبب هلاك أغلى حد في حياتكم؟ أهلا بيكم. هل فكرتوا قبل كده إن الحاجة اللي بتتمنوها وبتحاربوا عشانها بدعائكم ممكن تكون هي نهايتكم أو سبب في وجع قلبكم العمر كله؟ إحنا بنلح على ربنا وبنقول يا رب استجب، بس بننسى إننا بشر علمنا محدود وما نعرفش إيه المستخبي ورا الأبواب المقفولة. النهاردة هحكي لكم قصتين صعبين أوي، وهعرفكم إيه الجملة اللي لو نسيتوا تقولوها بدعائكم ممكن دعوتكم تتقلب لابتلاء. اسمعوا الفيديو ده بتركيز لأنه حرفيا ممكن يحمي حياتكم. القصة الأولى هي قصة ال3 مليون جنيه. المال المستجاب. بيحكي واحد من المشايخ عن ست كانت عايزة فلوس، وكانت عايزة مبلغ معين، كانت عايزة 3 مليون جنيه. فضلت تلح في الدعاء بقلب محروق وتقول يا رب ارزقني المبلغ ده. كانت مركزة جدا على الرقم ده وعايزاه، وفعلا ربنا استجاب للطلب وجاب لها ال3 مليون جنيه في ايدها. لكن التمن كان ايه تفتكروا؟ التمن كان موت ابنها. ابنها مات في حادثة، والفلوس دي كانت الدية أو التعويض عن فقده. خدت الفلوس اللي طلبتها بالملي، بس خسرت ايه؟ خسرت حتة من قلبها، لأنها طلبت العطاء ونسيت تطلب العافية والخير. القصة التانية، وظيفة بعد 16 سنة دعاء، والنهاية كانت مؤلمة. القصة دي لست فضلت تدعي وتلح لمدة 16 سنة علشان تتعين في وظيفة، كانت شايفة إن حياتها وسعادتها متوقفة على الوظيفة دي. وبعدين وبعد سنين من العناء والانتظار ربنا حقق لها حلمها واستلمت الوظيفة فعلا. عارفين ايه اللي حصل بعد كده؟ في أول يوم شغل ليها وهي راجعة فرحانة ومبسوطة صدمتها عربية وماتت في لحظتها. وكأن الوظيفة اللي فضلت تجري وراها سنين كانت هي الميعاد اللي هيخلص فيه عمرها. ساعات الإنسان بيلح على الهلاك. الإنسان لما بيتعلق بشيء بزيادة عقله بيحصل له نفق ضيق، ما بيشوفش غير الحاجة دي بس. بننسى إن الدنيا دار اختبار، وإن مش كل حاجة بنتمناها هي خلينا. الإلحاح على شيء معين بذاته من غير تفويض لربنا هو قمة المخاطرة. ربنا بيدينا اللي بنطلبه ساعات عشان يعرفنا إن اختياره لينا كان أرحم بكتير من اختيارنا لنفسنا. طيب يعني معنى كده إن إحنا ما ندعيش؟ لأ طبعا، تدعي، بس إزاي تدعي بذكاء؟ علشان تدعي صح وتدعي بذكاء لازم من هنا وجاي مفيش دعوة تطلع منكم إلا وهي متغلفة بكلمتين: الخير والعافية. عايزة تتجوزي شخص معين؟ قولي يا رب ارزقني بيه بالخير والعافية. عايزة رزق أو وظيفة؟ قولي يا رب هبلي بالخير والعافية. الكلمة دي هي الأمان بتاعك، هي اللي بتخلي ربنا يبعتلك العطية ومعاها البركة والحفظ، ولو فيها شر ربنا يصرفها عنك بلطف. في النهاية ربنا أرحم بينا من نفسنا، فوضوا أموركم لربنا سبحانه وتعالى الحكيم. قولولي في التعليقات، هل حصل قبل كده إنكم دعيتم بحاجة بشدة ولما جت لقيتوا فيها تعب ليكم؟ أو ربنا صرف عنكم حاجة واكتشفتوا بعدين إنها كانت هتهلككم؟ احكوا لنا تجاربكم علشان الكل يتعظ. أنا سيلا، ودي قناتكم علم نفس الحياة. اطلبوا من الله دائما بالخير والعافية. شكرا.